مش كل الحلو حلو. ازيكم؟ انا عمر عزازي، مدرس شريك جراحة الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يمكن للاسف دي اخر حلقة، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. ويمكن انا حبيت اخليها اخر حلقة عشان ما سدش نفسكم على رمضان، لكن اكيد يعني انا ما شفتش لاني بصور قبل رمضان، بس يمكن احنا اكيد شفنا المدلعة والمتشخلعة وكل الحاجات دي. كارثة كارثة كارثة. انا هنا بتكلم كطبيب. الواحد ساعات بيغلط وساعات sometimes بيجيله كده كريفنج، لكن هكلمك ايه الصح وايه اللي المفروض يتم. وانا لو مسؤول عن الصحة بشكل عام هحب جدا ان انا افرض ضرائب وضرائب جامدة جدا على كل مصنعي السكريات في العالم. طب ايه سبب الموضوع ده؟ السبب ان مقابل كل السكريات والحلويات اللي شقلبت حياتنا بشكل رهيب، مقابل كل واحدة من دي للأسف الشديد مشاكل قد كده ومصاريف علاج قد كده. سواء لعلاج نسب السكر اللي زادت واللي ممكن تكون وصلت في آخر إحصائية إن 1 كل 5 هنا عندنا في مصر عنده مرض السكر. ولو هتيجي تتكلم عندي في الذكورة، ويمكن لسه كنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتت عن إزاي الصيام الحقيقي مفيد جدا للخصوبة وللعلاقة الزوجية، وإنه إزاي نستغل رمضان كفرصة حقيقية للصيام الحقيقي ولإنقاص الوزن. ويمكن على النقيض تماما للأسف الشديد بنفاجئ بزيادات رهيبة في نسب السكر عند كتير من الشباب دلوقتي. طب ليه زاد؟ لازم نسأل نفسنا، ويمكن لازم نسأل نفسنا برضو ليه معدلات السيم بارامترز بدأت تقل بشكل كبير؟ ليه معدلات الضعف الجنسي بدأت تزيد وفي سن بدري؟ كفاية كفاية كفاية. لو بصينا لنفسنا هنلاقي ان زادت بسبب النموذج الخاطئ والنمط الخاطئ للحياه. ان انا هيجيلي دلوقتي شباب كتير بقى عنده سكر، ويجيلي كتير جدا بيشتكي اصلا من ضعف انصاب، هو ما يعرفش اي حاجه خالص، ونفاجئ واحنا نكتشف ان عنده سكر. كفايه كفايه كفايه. مش هقول لك نوقف حلويات، بس فيها ايه لما نرجع نفتكر الكنافه اللذيذه بتاعت تيتا بتاعت زمان البسيطه. كفايه جرعات كنافه مع نوتيلا وبيستاشيو، حرام والله. طب بنكرياسك، طب معدتك. رمضان عمره ما كان كده. ويمكن قلنا في الفيديوهات اللي فاتت ان احنا عايزين نستغل رمضان عشان نحسن من نمط حياتنا، مش يكون عبء اضافي على جسمنا نخرج منه. بدل ما كنا ناويين نبقى كويسين سواء روحانيا او بدنيا، نطلع يمكن للاسف بشكل اسوأ، لان السكريات مش تاثيرها بس على الجسم، لا برضو في تأثيرات كبيرة على النفسية، وتفاجئنا بمشاكل أكتر وأكتر بعدين. فيلا كل سنة وانتم طيبين، ولو بوظنا رمضان خدوا بالكم بقى من كحك العيد، مش عايزين نبوظه. عيد سعيد عليكم وكل سنة وانتم طيبين. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.